لو انت مستخدم لفيزا ريدوت باي فاكيد كانت بتقابلك مشكلة ان انت لو كنت شغال على موقع معين وكان بيطلب منك العنوان البريدي بتاع الفيزا يكون نفس البلد، زي مثلا مايكروسوفت او جوجل بلاي، كان يقولك والله انا عايز الفيزا تبقى مصدرة من نفس البلد بتاعت عنوان الستور بتاعك. فكنت بتروح تشتري فيزا تانية لو انت عندك اصلا فيزا على ريدوت باي، مثلا عامل عنوان البريدي بتاعها مصر، كنت بتضطر بقى تشتري فيزا تانية تخليه بقى امريكا او الهند او تركيا او ايا كان عشان تتقبل على الموقع ده. بس بصراحة في اخر تحديث في تطبيق ريدوت باي هم سهلوا الموضوع ده تماما. دلوقتي بقيت تقدر تدخل على بيانات الفيزا وتعدل البيلينج ادريس بتاعها او العنوان البريدي لاي بلد واي رمز بريدي وبدون اي فلوس. يعني الخطوة دي انت بتقدر تعملها بدون اي مشاكل وتقدر ترجعها تاني. ومش بس كده، انت كمان تقدر تغير الرقم البريدي اللي هو بيبقى اقرب عنوان بريد. يا جماعة الموضوع ده بيفيد جدا لو انت مثلا غيرت الستور او بلد الستور بتاعتك على الجوجل بلاي وحبيت تغير البيلنج ادريس بتاع الفيزا، مش مضطر تروح تشتري واحدة جديدة، انت هتغيرها وان شاء الله تشتغل معاك. بس خلي بالك لو انت شغال على جوجل بلاي ما تحاولش في خلال 30 يوم تقعد تغير في بلد الستور كتير عشان ما يتعملكش بان. ونفس الموضوع برضو لو انت مثلا عندك اكونت على مايكروسوفت. ومش بس كده، انت كمان بقيت تعمل حاجة اسمها ري ايشو للكارد. يعني ايه؟ يعني هحافظ لك على 16 رقم بتوع الكارت بتاعك مع تغيير السي في في كود والاكسبايري ديت. يعني انت لو شاكك او دخلت بيانات الفيزا على موقع وشاكك ان مثلا الموقع ده مش امان، تقدر تغير السي في في كود وتغير الاكسبايري ديت بتاع الفيزا وهتشتغل معاك كانها هي مع تغيير البيانات دي. طبعا كل ده مجانا. انا شايف ان التحديث ده ممتاز جدا وهيسهل عليك شغلك. خلي بالك بقى فيزا ريدوت باي اشتغلت معايا تقريبا على 90% من المواقع اللي اشتغلت عليها: فيسبوك، جوجل، علي اكسبريس، تيك توك، شغلتها على نيم شيب، على مايكروسوفت، وعلى مواقع تانية كتير ممكن ما تذكرهاش. ما اترفضتش معايا غير مثلا على حوالي من 5 ل 10% من المواقع. وحتى على الباي بال شغاله معايا لكن مش بقدر اسحب عليها، لكن بقدر افعل بيها واشتري بقى بالباي بال من خلالها. لو انت ما تعرفش ايه هي فيزا ريدوت باي، دي فيزا بيصدرها تطبيق ريدوت باي اللي هو بالمناسبه بلد اصداره هي هونج كونج. والفيزا دي شغاله معاك كويس جدا على المواقع الدوليه وبتقدر تشحنها عن طريق العملات الرقميه او الكريبتو. وكل ده انا شرحته في وصف الفيديو، وتقدر تسجل فيها من خلال الرابط اللي في وصف الفيديو. وبتاخد $5 كمشتريات. سعر الفيزا الافتراضية $10، وسعر الفيزا الحقيقية لو حبيتها تتشحن لحد المطار هي $100. أتمنى الخير والتوفيق للجميع. شكرا جدا يا جماعة لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.